انا يا شباب ربنا كرمني ووفاني المره التانيه، واللي هي اساسا بسببها انا بعمل الفيديو دوت. طبعا الناس اللي متابعيني والناس اللي عارفيني عارفين ان انا عامل تظلمات ورافع قضيه. انا دلوقتي في اولى صيدله ورافع قضيه وعامل تظلمات في نتيجه ثالثه ثانوي، بحيث ان انا كنت عايز اروح صيدله القاهره. خلاص مش عايز احول الكليه، رضيت بالكليه وكل حاجه تمام، عايز بس اروح صيدله القاهره. كانت واقفه معايا على درجتين بس، صيدله القاهره على درجتين بس، وانا حاليا في صيدله اسيوط. فبسبب الموضوع دوت انا عامل الفيديو دوت هحكي لك في كل حاجه. وقبل ما اقول لك ايه اللي حصل في موضوع القضيه دوت، يلا نسمع القصه من اولها وهتعرف باذن الله في الفيديو دوت ازاي انا كنت بادئ، وازاي تعرف تدعي فعلا صح، تدعي ربنا صح، بحيث ان ربنا يكرمك ويحقق لك كل اللي انت بتتمناه، طبعا مع السعي بتاعك. تمام كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. طبعا بغض النظر عن الحبايه اللي مضايقاني في وشي ديت، بس مش مشكله. الفيديو ده يا شباب هتكلم فيه عن تجربتي الشخصيه وعن قصتي انا، وهتكلم فيه يعني انا مش محضر له اي حاجه والله العظيم، هتكلم فيه كده بكل تلقائيه، ومش هقصص فيه حاجه. يعني انا هقصص فيه الحتت اللي انا هسكت فيها بس، يعني مش هعمل له مونتاج ولا اي حاجه، هنزله كده واقصص بس الحتت اللي انا هسكت فيها. هحكي النهارده يا شباب قصتي مع الدعاء، يعني قصتي في ثانويه عامه مع الدعاء. طب حد هيقول لي انت ليه بتعمل الفيديو دوت دلوقتي في الوقت دوت؟ هقول لك ليه. لان جالي خبر امبارح، بسبب الخبر دوت انا بعمل الفيديو ده دلوقتي، وهتعرف كل حاجه في الفيديو. اولا يا شباب زي ما بعض منكم عارفين، انا كان كل حلمي في ثالثه ثانوي ان انا اخش طب اسنان. كنت عايز الكليه ديت يعني بطريقه، يعني بشكل غريب جدا. يعني انا ما كنتش عايز حاجه غير الكليه ديت، ما كنتش حابب اي كليه ولا قابل اي كليه غير الكليه ديت، وكانت هي يعني كل حلمي وكل الحاجه اللي انا يعني بذاكر عشانها وبسعى عشانها. الصراحة ما كنتش شايف نفسي في أي كلية تانية غير الكلية دي، وكنت حاببها جدا جدا جدا. وكنت طول السنة بدعي، ما كنتش طبعا بفوت سجدة غير ما بدعي فيها إن أنا أخش الكلية ديت وأخشها في القاهرة. طبعا إن أنا أزهر، فإحنا جامعتين بس، جامعة في القاهرة وجامعة في أسيوط وفي جامعة في دمياط يعني، بس إحنا بنتكلم عن اللي هم الأساسيين يعني. جامعة في القاهرة والأغلب بيروح عليهم يعني، جامعة في القاهرة وجامعة في أسيوط. أنا كنت دايما بدعي إن هو يجي لي طب أسنان القاهرة. فجه في آخر السنة وجبت المجموع، طب أسنان القاهرة وقفت معايا على 1%. طب أسنان القاهرة وقفت معايا على 1%، اللي هو أكتر من 6 درجات، ممكن تقريبا 7 درجات يعني. فأنا زعلت جدا جدا جدا، يعني مش هكدب عليكم، زعلت جدا 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 في الأول. و يعني كنت مكتئب يعني بشكل غريب، خصوصا ان كل صحابي وكل الدفعه تقريبا كانت راحت القاهره. مفيش غير عدد بسيط جدا، ممكن مثلا 6 7. انت متخيل 6 7 من الدفعه هم اللي راحوا اسيوط، الباقي كله كان في القاهره. ده غير كده ان انا دخلت كليه طبعا مش حاببها ومش عايزها، ما اعرفش عنها اي حاجه. يعني ما كنتش اعرف عنها اي حاجه خالص، ما كنتش حتى يعني حابب الكيمياء او كده يعني. فقلت الحمد لله وبدات ان انا ارضى. طبعا انا ما وصلتش لمرحله الرضا ديت غير بعد فتره كبيره قوي. ده غلط جدا جدا جدا، لانه هيضيعك في كليتك الجديده، مش هيخليك طبعا تذاكر وهيخليك تهمل فيها طبعا. فانا ما وصلتش لمرحله الرضا ديت غير بعد فتره كبيره في اول سنه ليا في الكليه، في كليه صيدله يعني. وبعد ما رضيت طبعا بالكليه وقلت الحمد لله، وحسيت ان فعلا ده الاختيار الانسب ليا. وخلاص انا بدات حرفيا اكره طب اسنان وخلاص مش عايزها بقى. بقى ان انا اسمع عنها كلام كتير جدا كرهني وخلاص، ان هم بقى مش لاقيين شغل. طبعا حته الشغل ديت والرزق ده بايد ربنا طبعا، ما تفكرش فيه، فكر في الحاجه اللي انت يعني الكليه اللي انت تخشها يبقى ليك كارير فيها، او يعني ليك تبقى حاجه كويسه فيها وتعرف تميز نفسك. لان في كل الكليات دلوقتي الاعداد كترت طبعا وكده، فلازم الكليه اللي انت هتخشها يعني ناوي انت تخشها لازم هتميز نفسك فيها. لو ما ميزتش نفسك فيها يعني مش هيبقى عليك طلب قوي يعني. فخلينا في موضوعنا. بعد ما خلاص انا يعني الحمد لله بدأت ان انا خلاص راضي باللي ربنا اختاره لي، وخلاص انا عايز الكليه دي. يعني انا خلاص عايز اكمل في صيدله، مع اني برضو كانت في مشاكل مع المواد، ما كنتش مظبط اي حاجه. بس يعني سبحان الله، لما بترضى ربنا بيرضيك. انت حبيت الكليه، حبيت الكليه وخلاص. والناس طبعا اللي متابعاني يا شباب عارفه ان انا رافع قضيه بحيث ان انا اجي القاهره، مش عايز اغير الكليه. انا طبعا ضد فكره ان انا مثلا اضيع سنه من عمري كده ما عملتش فيها اي حاجه، احول كليه تانية وكده. فكنت عامل تظلمات وكنت رافع قضيه وكل الكلام ده بحيث ان انا يجي لي، كنت محتاج درجتين واروح القاهره. يعني صيدله القاهره كانت واقفه معايا على الدرجتين بس. المهم يا شباب بعد ما عديت المرحله الصعبه اللي بالنسبه لي ديت، واللي هي مرحله عدم التاقلم، ولسه لحد دلوقتي يعني مش متأقلم قوي، بس عارف ان انا ماشي الدنيا، يعني عارف ان انا ماشي الدنيا. بعد ما عديت المرحلة ديت وخلاص صبرت
ورضيت وقعدت سنة كاملة. السنة خلصت اهو خلاص همتحن الفاينل وخلص. السنة خلصت فخلاص السنة خلصت وقعدت سنة كاملة في أسيوط. بلد بين المحافظة اللي أنا فيها والأسيوط حوالي 10 ساعات في القطر أو 9 ساعات، وساعات بيبقوا 10، يعني ساعات بيبقوا 10 كمان. ده غير إن أنا بنزل أركب مواصلات وكده. وموضوع كبير جدا غير التعب ده، غير طبعا ان انا ما بنزلش غير كل شهر ونص مثلا او شهرين عشان المشوار وعشان الكلية وعشان كده وحاجات كتير يعني. بعد كل الكلام دوت وبعد التعب ده وبعد الصبر دوت، النهارده ربنا كرمني في نتيجة القضية اللي انا رافعها. وبعد كل دوت يا شباب، امبارح ظهرت نتيجة القضية اللي انا عاملها، والحمد لله الحمد لله جاي لي 6 درجات. وده طبعا معناه ان انا هقدر اروح صيدلة القاهرة. طبعا انا فرحان جدا جدا جدا، يعني مش قادر اوصل الكميه الفرح اللي جوايا. مش عشان ان انا بس هروح صيدله القاهره، لا ده كمان عشان لما تحس ان ربنا استجاب لك في حاجه او استجاب دعوتك في حاجه، دي لوحدها بتبقى فرحه كبيره جدا والله العظيم. يعني ومش هيحس بيها غير فعلا اللي مجربها، يعني مش هيحس بيها غير الناس اللي فعلا جربت الموضوع دوت في حاجة كبيرة، يعني في حاجة كبيرة وحاجة هتغير مستقبلهم وهتغير حياتهم، هتشقلب حياتهم خالص. فكرم ربنا كبير والله العظيم. برضه حسيت ان ربنا بيكافئني مثلا او بيراضيني ان انا مثلا صبرت سنة كاملة، قعدت في كلية ما كنتش حاببها في بلد بعيدة جدا جدا عليا وفي غربة، وصبرت وقلت الحمد لله وخلاص اتأقلمت وانا راضي يعني بكل الكلام دوت. فحسيت ان ربنا فعلا بيكافئني وعلى نتيجة الصبر اللي انا صبرتها ديت، وان انا خلاص هقدر ان انا انتقل صيدلة القاهرة كده. بعد ما زدت 6 درجات في المجموع كده بقى مجموعي 92.8 من 10، يعني تقريبا 93%. انا ممكن يعني متاح لي ان انا اخش كلية طب اسنان حاليا، يعني انا دلوقتي متاح لي ان انا اخش كلية طب اسنان بتنسيق 2025. ولكن طبعا مش هخشها طبعا. انا راضي باختيار ربنا ليا وخلاص. انا شايف نفسي في الكليه ديت خلاص. ما بقتش حابب كليه طب اسنان يعني خالص خالص طبعا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله العظيم انا بعمل الفيديو دوت عشان انتوا خلاص داخلين على فتره امتحانات، وبعد فتره الامتحانات ديت خلاص هتظهر النتيجه. في منكم اللي ربنا هيكرمه وهيخش فعلا الكليه اللي هو كان عايزها، وفي منكم اللي ربنا مش هيوفقه وهيخش كلية تانية طبعا مش يعني اكيد مش كلية وحشة، ولكن كلية غير اللي هو غير اللي كانت طموحه مثلا. ولكن والله العظيم والله العظيم ربنا بيختار لك الخير. ربنا انت مش عارف حاجة، ربنا بيختار لك الخير قسما بالله. والحاجة اللي انت هتبقى فيها حاجة كويسة. ممكن انت تخش الكلية اللي انت عايزها، ما تنفعش في الكليه دي، ممكن تخش انت الكليه اللي انت عايزها وبعد كده ما تشتغلش بعد ما تخلص الكليه مثلا، ما تلاقيش شغل او ما تتوفقش في اي حاجه. فدايما اللي ربنا اختاره لك، دايما اللي ربنا اختاره لك هو الخير ليك. يعني انا مثلا لو كنت رجعت ثانويه تاني كنت اختار حاجه غير صيدله؟ لا طبعا كنت اختار صيدله. فارضى باللي ربنا اختاره لك، عشان انت فعلا لو رضيت باللي ربنا اختاره لك ربنا هيوفقك. حاول دايما ان انت ترضى. هو الموضوع صعب، صعب جدا والله العظيم. هتمر بفترة صعبة، ولكن لو رضيت ربنا هيرضيك. فدايما انا كنت بدعي ربنا طول السنة بالمجموع اللي انا عايزه، وربنا فعلا كرمني بمجموع كويس جدا بالنسبة لي انا. يمكن بعض الناس يبقى مثلا شايفين المجموع دوت قليل بالنسبة لهم، طبعا كل واحد على حسب طموحه. بس هو بالنسبة لي، بالنسبة لواحد اول سنة يشتغل على نفسه، يحس ان هو فعلا عمل حاجه وعمل انجاز. فكان يعني كانت حاجه كويسه جدا بالنسبه لي. وفقني في النقطه التانيه ان هو خلاص كده انا مش هتغرب، في مكان كويس قريب مني، هبقى وسط اهلي ان شاء الله. اللي جاي هيبقى كويس جدا وهيبقى خير. طب حد هيقول لي انت كنت بتدعي ازاي او حاجه؟ هقول لك انا ما كنتش مثلا بحفظ ادعيه مثلا، لان بلاقي ناس عامله فيديوهات مش عارف الادعيه اللي خلتني اجيب مش عارف 97 ومش عارف ايه. الكلام ده طبعا مش شرط ان انت تدي بأدعية تجيب مجموع معين او حاجه. لا انا كنت بادئ من قلبي، يعني الكلام بيطلع مني كده زي ما انا بتكلم في الفيديو كده يعني. وفعلا بجد لو هنصح اي حد يدعي في انهي وقت، اقول لك ادعي في قيام الليل وادعي في السجود. بس قسما بالله لو عايز ايه في الدنيا قوم بالليل كده. مش هقول لك يا عم قوم في نص الليل مش عارف ايه، قوم قبل الفجر بربع ساعه بنص ساعه، صلي قيام الليل، صلي لك ركعتين وركعه او 4 ركعات وركعه. المهم ان انت تصلي على قد ما تقدر، وتدعي ربنا في السجود، تدعي ربنا في بعد ما تخلص ترفع ايدك كده وتدعي ربنا. طبعا كلنا عارفين الحديث بتاع ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد يداه
وأن يردهما صفرا خائبين. فلو عايز مثلا تطلع بنصيحة واحدة من الفيديو دوت، هقول لك عليك بقيام الليل. اي حاجه نفسك في اي حاجه بقى، مجموع في ثانويه، امتيازات مثلا في الكليه، اي حاجه والله العظيم قيام الليل. وحاجه اخيره يا شباب، بالنسبه للفيديو الشورت اللي انا كنت منزله اخر حاجه دوت، انا مسحته طبعا، لان كان في جزء منه كان فيه يعني بعض من الموسيقى، يعني انا مسحته طبعا. انا كل الناس اللي عارفاني او كل الناس اللي بتشوف فيديوهاتي يعني عارفين ان انا ما بنزلش اي موسيقى على القناه طبعا، او اي فيديوهات ما بحطش فيها اي موسيقى. لو حطيت مثلا اغنيه او حاجه بشيل منها الموسيقى خالص. فانا الفيديو دوت آه، مش عارف اقول ايه، بس قلت حسيت ان هو يعني برضو، طبعا انت عارفين الشيطان يعني بدأ ان هو يهيأ لي الموضوع، وعادي ده جزء صغير ومش عارف ايه. بس طبعا لقيت الناس اللي يعني متابعاني وكده، شويه كلام قالوا لي شويه كلام طبعا فوقوني. والناس طبعا قالت لي خليك ثابت، واحنا متعودين منك على فيديوهات من غير موسيقى وكده. فطبعا انا مسحت الفيديو فورا، وبوعدكم ان ديت يعني حاجه مش هتتكرر تاني، زي ما احنا ثابتين من غير طبعا موسيقى، من غير اي ذنوب جاريه ليا وليك طبعا. بس يا شباب، انا كنت فرحان جدا جدا جدا، وانا كنت طالع اشارك الفرحه ديت معاكم، بان ربنا كرمني للمره التانيه في حاجه يعني لها علاقه بمستقبلي، او حاجه يعني هتاثر على مستقبلي يعني بعدين. ولازم لازم لازم ترضى بالكليه اللي ربنا اختارها لك، او بالمجموع اللي ربنا اختاره لك، وهتعرف فعلا، يعني هتعرف معنى الكلام ده بعدين. يمكن بعد شهر، شهرين، بعد ترم، ترمين، سنة مثلا في كلية انت مش حاببها، بس هيجي اليوم والله العظيم وهتعرف ان ربنا اختار لك الخير، وهترضى فعلا باللي ربنا اختاره لك. ولو رجع الزمن بيك تاني، او رجعت السنة ديت تاني، هتختار الحاجة اللي ربنا اختارها لك، لان ديت الخير ليك، وديت الحاجة اللي انت فعلا هتبقى فيها حاجة كويسة. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. عايزين نوصل ل 15000، بقالنا كتير ما بنزيدش خالص. عايزين نوصل 15000. واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب. وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.